ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوردر النهارده كان 4 ميني تورته مقاس 18. كان مطلوب مني 2 نصين وواحده شوكولاته وواحده فانيليا، فهنعملهم مع بعض ان شاء الله من صينيتين بس مقاس 18، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لعدد كبير من الناس. يلا بينا نسمي الله ونبدا في مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في بولة العجان 4 بيضات وغطا فانيليا وتلت كوباية مية ومعلقة صغيرة محسن جل، وحطيت كمان 375 جرام دقيق سبونش فانيليا. بضربهم في العجان لمدة 6 دقايق، وبعد كده بحطهم في صينية مقاس 18 تكون متبطنة بورقة زبدة. والفرن بكون مشغلاه من قبلها، من قبل ما اشتغل في الكيك خالص بكون مشغلة الفرن بتاعي. لو بتضربي بالمضرب الكهرباء ممكن تاخد 10 دقايق، هتاخد وقت اكتر شوية بس ان شاء الله تطلع كويسة برضو. ولو المقدار ده ما عملش معاكي الصينية مقاس 18 6 طبقات، ممكن تزودي بيضة و100 جرام دقيق، هتظبط معاكي ان شاء الله. بقلب الخليط بتاع الكيك كويس جدا طول ما انا كده بحطه في الصينية بقلبه، علشان لو تحت فيه حاجة ما اتخلطتش كويس اخلطها كويس بالاسباتولا وانا شغالة. كده تمام. هسوي بقى الكيك بتاعي واحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 40 دقيقة في الفرن. الشبكة طبعا في النص وطلعت بالشكل ده، بختبرها طبعا قبل ما بطلعها. بسيبها بقى تبرد خالص، وهحط دلوقتي الكيكة الشوكولاتة. هنعمل نفس المقادير بالظبط اللي عملناها في الكيكة الفانيليا، بس هنزود في الاخر معلقة ونص او معلقتين كاكاو. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد ما بضرب الكيك ويعلى معايا بضيف الكاكاو. ما بحطوش من الاول علشان الكيك لو حطيت له الكاكاو من الاول مش هيعلى ويديني نفس الطبقات اللي هيديها لو انا حطيت الكاكاو في الاخر. هيكون هبطان شوية علشان الكاكاو بيكون تقيل شوية فالخليط ما بيرفعش، عشان كده بنحطه في الاخر خالص. وبقلب على اول سرعة تقلبتين بس كده زي ما انتم شايفين، وباخده بكمل بالاسباتولا اكمل خلط كويس جدا علشان ما يبقاش في حتت بيضة وحتت كاكاو. دي طبعا نفس الصينية بردت، وبعد كده حطيت فيها ورقة الزبدة وحطيت فيها الخليط. الكيك الشوكولاتة ممكن ياخد 5 دقايق ولا حاجة اكتر من الكيك الفانيليا. يعني ممكن لو الكيكة الفانيليا خدت معاكي 40 دقيقة، الكيك الشوكولاتة ممكن ياخد 45 دقيقة. وبسيب الكيك بعد ما يطلع من الفرن يبرد خالص قبل ما اعمل الكريمة وقبل ما اعمل اي حشوات. يعني ممكن تعمليه الصبح وتشتغلي بالليل، او تعمليه بالليل كده وتغطيه وتاني يوم تشتغلي الصبح. هنعمل دلوقتي الكريمة. انا هنا بعمل مقدار كبير شوية عشان كان عندي شغل تاني، لكن هقولك المقدار بالظبط اللي هتاخده كل صينية. كل صينية هتاخد كوباية وتلت تقريبا كريم شانتيه حشو وتجليس، علشان احنا طبعا هنقسمهم على طبقات وكل تورته هتتجلس لوحدها، فهي هتاخد كمية كبيرة شوية. الكوباية ونص كريم شانتيه هنحط لهم نص كوباية سكر، ونحط لهم حوالي ربع كوباية باستري، وكوبايتين تقريبا مية. دلوقتي في الجو اللي احنا فيه ده ممكن تاخد كوبايتين مية علشان طبعا حاطين باستري، وعشان كمان الجو برد فالكريمة بقت تاخد مية اكتر شوية. هنضرب بقى المكونات دي مع بعض، وبعد كده هحط كريمة لباني. الباستري واللباني مش اساسي معاكي، ممكن تكتفي بالكريم شانتيه بس. هنعمل دلوقتي الكريمة الشوكولاتة، وهتاخد نفس المقدار معايا كوباية وتلت كريمة، وهحط لهم بس معلقة سكر، او ممكن استغنى عنها خالص لو انا هحط شوكولاتة او جناش. يعني السكر حسب ما انت عايزة، لكن لو مش هتحطي جناش يبقى حطي مقدار السكر مظبوط، ممكن تحطي برضو تلت كوباية او نص كوباية على كوباية وربع كريم شانتيه. بعد ما بضرب الكريمة كويس جدا بحط عليها الجناش. الكمية اللي انا عملتها كوباية وربع علشان تكفي الصينية، انا زي ما قلت لكم عاملة هنا كمية اكبر علشان بس الاوردرات التانية، لكن الكوباية وربع هتاخد معاكي حوالي ربع كيلو شوكولاتة. ده علشان طبعا طعم الجناش يبقى حلو، ده حسب ذوقي انا. لكن انتي لو عايزة تقللي الشوكولاتة ممكن تحطي 200 جرام او 150 جرام، او ممكن تحطي شوية شوكولاتة حاجة بسيطة مع كاكاو، وممكن تشيلي الشوكولاتة خالص وتحطي كاكاو بس، يعني زي ما انت عايزة. هحضر بقى الكيك. هقطع الطبقات بتاعته، بشيل بس القشرة البسيطة اللي تحت دي وكمان القشرة اللي فوق. انا يعني ما باخدش الطبقة اللي فوق خالص. هقطع بالمنشار على 9، عايزة اخد منها 6 طبقات. ماشية معاكم خطوة خطوة علشان البنات اللي بتقولي اعملي فيديوهات للمبتدئين، فعلشان كده بمشي واحدة واحدة علشان يعرفوا بالظبط انا عملت ايه. لان انا بصراحة فاتحة القناة الجديدة دي علشان المبتدئين بالذات، عشان اشرح لهم اي حاجة مش عارفينها
علشان ان شاء الله يكون باب رزق جديد ليهم ويدعولي دعوة حلوة. بسقي طبقات الكيك بستعمل بيست، وممكن تحطي شربات خفيف، كوباية سكر على كوبايتين مية ونص ليمونة، يغلوا على النار غلوة، وبعد كده بتسيبيه يبرد خالص قبل ما تسقي بيه. ما بتسقيش الكيك كتير طالما هو طازة وطري معاكي علشان ما يعجنش. حطيت بقى طبقة من الكريمة، انا اتلخبطت الاول كنت هحط الصوص الاول وبعدين لحقت نفسي وافتكرت الكريمة. حطيت بقى الكريمة وصوص فراولة وحطيت كمان مكسرات، ممكن تشيل الصوص خالص والمكسرات لو عايزة تورتة اقتصادية. كمان الكريم شانتيه ممكن ما تجيبيش ريتش المتحدة، ممكن تجيبي اي نوع اقل شوية علشان تبقى التورتة سعرها كويس. انا هقول لكم برضو واحنا شغالين مع بعض التورتة طلعت بكام. هحط في الطبقة التانية قطع مانجا، بغطي المانجا كويس جدا بالكريمة علشان ما تزحلقش الطبقة اللي بعدها، لان المانجا ممكن تعمل مية وبعد كده تلاقي الطبقة اللي فوق اتزحلقت معاكي. كده تمام. هحط الطبقة التالتة. الكيك طري وجميل جدا علشان واخد وقته في الفرن مظبوط، مش بسيبه وقت طويل علشان ما ينشفش معايا. تظبطي تايمر كده وتخلي بالك من وقت الكيك. هجلس بقى بالكريمة، وقبل ما بنجلس طبعا بنقلب الكريمة كويس قوي علشان لو في اي فراغات تطلع وتبقى الكريمة ناعمة معايا. طيب لو بتشتغلي ولقيت الكريمة معاكي مفرغة خالص ومش عارفة تتعاملي معاها، ممكن تجيبي شوية مية سخنين صغيرين خالص، معلقتين بس مية سخنة، وتقلبيها مع الكريمة كويس قوي. تفضلي تقلبيها بالاسباتولا مش بالمضرب لحد ما تنعم معاكي والفراغات كلها تروح، وتشتغلي بيها فورا، ما تسيبيهاش خالص عشان ما تعملش فراغات تاني. بجلس بقى التورته، افضل معاها كده واحده واحده. لو لسه بادئه طبعا هتاخد معاكي وقت كتير شويه، ما تزهقيش خالص. والكريمه معاكي لقيتي شكلها مش عاجبك شيليها وقلبيها، حطيها في التلاجة لو صحت معاكي وارجعي تاني اشتغلي بيها، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه تطلعي الشغل بتاعك يكون مظبوط والتجليس مظبوط، علشان ده عامل اساسي انك تطلعي التورته بالسعر اللي انت عايزاه. ما ينفعش نجلس التورته شكلها مش حلو او الفينش يكون شكله مش مظبوط ونبقى عايزين نبيعها ونكسب فيها، كده مش هينفع والعملاء مش هيحبوا الشغل بتاعك. كل حاجة لازم تطلع مظبوطة. دي الكيكة الشوكولاتة، هنقطعها برضو 6 طبقات. هاخد منها تورتة اعملها 3 طبقات، وال3 طبقات التانيين هقسمهم مع ال3 طبقات الفانيليا اللي احنا سيبناهم على جنب. كده الفكرة واضحة معاكم؟ تمام. لو في اي حاجة قولولي في التعليقات برضو وانا هقولكوا على كل حاجة انتوا عايزينها. هحط الطبقات بتاعة الكيك بقى، وهسقي طبعا الطبقات زي ما احنا عارفين، مش هنكتر في السقي عشان الكيك ما يهبطش معانا وعلشان كمان ما يعجنش. الجزء الشوكولاتة بحط فيه مربى حليب او بحط فيه نوتيلا. في الصوصات يعني ممكن تحطي كمان نوتيلا بيضة او اي صوص، طبعا العميل مختاره او على ذوقك. لو بشتغل فوري بشتغل على ذوقي، لكن لو بشتغل تورت العميل اللي طالبها طبعا بسأله انت عايز حشو ايه. النوتيلا بكون مسيحاها علشان تنزل معاه بسهولة، وصوص الفراولة ده حلو جدا من المتحدة. بحط المكسرات بكون محمصاها، ضروري جدا اكون محمصاها، هي كده كده كمان بتطرى شوية في الكريمة، بس لو هي طرية من الاول او انتي شارياها اصلا مش محمصاها بيكون ليها طعم وحش جدا في الكيك بتاعك. فحمصيها على درجة حرارة هادية جدا، يعني 150 ولا حاجة، وافضلي قلبي فيها كده كل شوية لحد ما تلاقيها اتحمصت وبقت جميلة بتقرمش. سيبيها تبرد خالص وحطيها في كيس مقفول وحطيها في التلاجة، وتاخدي منها بقى تدقيها كده شوية تكسريها وبعد كده تحشي بيها. طبعا انا هنا غلطت علشان البورد بتاعتي مقاس 20 وانا عملت التورته مقاس 18، لان انا على طول بشتغل التورت اللي هي الميني على البورد مقاس 20، فما خدتش بالي واشتغلت برضو مقاس 18 عليها. شايفين يعني يا دوبك التورته كده على قد البورد بتاعتي. في الوضع ده كده مش هعرف احطها في علبه مقاس 20 زي الميني التانيين، علشان الجناب بتاعت التورته ما تتبهدلش من العلبه. كده لازم احطها في علبة تكون اكبر شوية
والمقاس طبعا اللي بعد ده هو مقاس 25. بحط لها بقى لزقة كده في العلبة من تحت، علشان تلزق البوردة عليها والتورتة ما تتحركش فيها، لان العلبة طبعا اكبر شوية من مقاس التورتة، علشان ما تتحركش فبحط لها لزقة بقى. يعني اللزق العادي بعمله زي الدبل فيس كده، وبحطها في الكرتونة، وبعد كده احط عليها التورتاية بتاعتي كده. تمام. جلست كمان التورتة التانية. هنحشي بقى التورتة الشوكولاتة بنفس الطريقة اللي حشينا بيها التورت التانية. مش عايزة اطول عليكم والله، بس انا عايزة اشرح لكم كل حاجة، علشان في فعلا بنات عايزة تفتح باب رزق جديد. انتوا عارفين المصاريف بقت عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي، وبجد انا في عرض دعوة حلوة من بنت فيهم. بتبسط جدا جدا لما واحدة تعمل حاجة ويكون عندها مثلا مشروع او حتى لسه ما بدأتش خالص، وبعد كده تتشجع وتبدأ وتبعت لي صور. بكون مبسوطة جدا وطايرة من الفرح لما بلاقي باب رزق جديد اتفتح لواحدة فيكم. طبعا انا التورته مش بتتجلس معايا بسرعه كده ولا بحشيها بسرعه، انا مسرعه الفيديو كتير، يعني مسرعاه كتير علشان بس ما ياخدش وقت معايا. فعشان ما تفتكروش ان الحاجه بتعمل بسرعه والحاجه معاكم بتاخد وقت كتير، هي الحاجه بتاخد وقت معانا كلنا، بس انا مسرعه. دلوقتي هحط نوتيلا مسيحاها بزيت. ما بحطش زيت كتير، ممكن احط على كميه كبيره كده معلقتين 3 زيت. بيكون زيت ذرة او زيت عباد، اهم حاجة يكون زيت نوع كويس. اوعي تحطي زيت طبيخ على النوتيلا بتاعتك، علشان ما تعملش ريحة ليها ولا طعم، هتكون وحشة جدا. فبلاش تغامري وتبوظي الشغل بتاعك. والجزء الابيض برضو بنفس الطريقة، سيحت النوتيلا البيضة وحط عليها برضو زيت. حطيت بقى فلوتس او اللي هي بديل الفلوتس. هو الشكل ده كان عميلة كانت طالباه قبل كده، كانت شايفاه على الجروب وعملته لها قبل كده، ورجعت طلبته تاني نفس الشكل. فانا صورته على القناة القديمة ورجعت صورته لكم على القناة الجديدة. واي حاجة طبعا اتطلبت مني على القناة القديمة ونفذتها هرجع انفذها لكم هنا. هي كانت طالبة الاتنين نفس الشكل بالظبط، بس انا قلت طالما نفس المضمون يعني اللي هو الكريسبي والفلوتس، فاعمل واحدة الشكل ده وواحدة الشكل التاني من باب التغيير يعني. حطيت كريسبي صغير وكريسبي كبير، والجزء النوتيلا هحط عليه مكسرات. بعد كده هحط الجناش على التورته الشوكولاته. الجناش كل 100 جرام شوكولاته دلوقتي بتاخد 75 جرام لبن او ميه او كريمه. هي في الصيف ممكن تاخد اقل طبعا، يعني في الصيف كل حاجه بتختلف عن الشتاء. فاحنا دلوقتي ال 100 جرام هتاخد 75 جرام من السوائل. وطبعا حسب نوع الشوكولاته برضو، انا قلت لكم قبل كده في نوع اللي هو سما، لما بحط عليه نفس المقدار اللي بحطه مثلا على الفيتابيلا بلاقيها بتجري كده مني، مش ماسكه نفسها زي الفيتابيلا. فانتي برضو خلي بالك كده من القوام بتاع الشوكولاته، هي محتاجه منك سوائل قد ايه. التورته دي قسمتها 4 بالشكل ده كده. هحط على ربع مربى حليب، او هعملها نص عموما مربى حليب. مربى الحليب دي انا حاطه عليها شويه ميه ومقلباها، وبعد كده حطيتها في الميكرويف بعد ما ساحت، او على الحمام ميه. وبعد ما ساحت بحطها بقى في الكيس بتاع التزيين، وبتكون سهلة معايا بالشكل ده. برضو ما بكترش مية قوي علشان ما تبقاش شفافة وخفيفة قوي معايا، بحط بس علشان تنعم واقدر اصبها بالشكل ده. وهحط على الربعين التانيين نوتيلا بيض. الشكل ده من احب الاشكال لقلبي، بحس ان هي شكلها شيك وراقي، وكمان بيكون طعمها حلو جدا من جوه. تورتة الفانيليا. بعد ما بتجلسي التورت كلها حطيها في التلاجة، وبعد كده ابدأي حطي عليها الصوصات واحدة واحدة كده، علشان تبقى سهلة معاكي لو لسه مبتدئة طبعا. خدت بقى العود بتاع الشيش طاووق كده، وبدأت اعمل اشكال ادخلهم في بعض، وطبعا هي لسه سايحة،
يعني لو التورته ساقعه شويه وانا حطيت عليها النوتيلا ممكن تقفش خلاص، معرفش اعمل الشكل. فعلى طول اول ما بصبها بعمل الشكل اللي انا عايزاه. حطيت مكسرات في الربعين الكراميل، والربعين النوتيلا هحط عليهم رولانه. الشوكولاته رولانه بيكون شكلها حلو جدا مع النوتيلا البيضه، بس ما كانش عندي، بعت ابني يجيب، فقلت بقى هبقى احطها واصورها لكم في الاخر في اخر الفيديو. التورته دي قسمتها 4، وطبعا العميله كانت طالبه برضو زيها من على الجروب بتاعي. قسمتها 4 بالشكل ده كده، وبدأت احط مربى الحليب، بس عملتها خطوط ما نزلتهاش بقى صب زي التانية. وهحط على الربعين التانيين نوتيلا بيضة. ممكن تحطي طبعا نوتيلا بني او تحطي اي شكل بقى انت عايزاه، ممكن تحطي مكسرات وتسيبيها سادة كده، او اي شوكولاتة. هنعمل مع بعض اشكال شوكولاتة برضو بالترانسفير، واشكال شوكولاتة كده على ايدك علشان تستعمليها في التورت اللي زي دي. برضو الربعين الكراميل حطيت عليهم مكسرات، والربعين التانيين هحط عليهم رولانة بقى لما ربنا يكرمني وابني يجي من تحت. كده خلاص جه من تحت وحطيتهم على التورت. وده شكلهم النهائي. التورته اتباعت ب200 جنيه. طبعا كان الاسعار على الاسعار القديمه، الاسعار زادت. فدلوقتي لما اجيب بس الحاجه كده واشوف الاسعار ايه، وهقعد بالورقه والقلم احسبها، وبعد كده هنظبط الاسعار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، واشوفكم على خير.